تحياتي متتبعين قناة مصطفى لوك. التشكيلة المثالية ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب الموريتاني في هذه الودية هذه. استخلصنا من المباراة ديال المنتخب المغربي اللي ضد انغولا، بان بان النقطة الضعف اللي كنا كنناقشوها دائما هي خط الوسط اللي كيربط ما بين صانع اللاعب واللي كيربط ما من الدفاع. عز الدين أناحي بدا كيبان جليا، وليد الركراكي والمغاربه كاملين بانه لا ستابيلي، ما يعني مستوى اللاعب ديالو ماشي ستابل، ماشي مستقر، العطاء ديالو ماشي مستقر مع في المباريات. سيرتو ملي جا ابراهيم دياز اللي هو ملاعبي سريع، بان تما بان الخلل ديالو بزاف. لا هو لا امرابط، صناعه اللاعب ثقيل بزاف وكيرد الكره اللور كيلعب الكره عرضيه في الساعه اللي يبني للقدام ولا كيفتح له ابراهيم دياز في القدام وما كيلقى اشكاليه. اذا هذه الاشكاليه ناقشناها حنا ديما، ناقشناها شحال هذه. سيرتو ملاعبيه ما عندهمش بان واضح بان هاد الجوج هادو بالضبط، هاد الخط هادو خصو تغيير، خصنا نشوفوا دماء جديده. كاين ملاعبيه اللي نورمالمون عينا كندافعوا عليهم وكنتمناو ان شاء الله في هذا الماتش هذا نشوفوهم اساسيين باش نحكموا عليهم. خصنا نشوفوهم باش نحكموا عليهم، مابقاوش حنا نطالبوا بالتغيير وما نعرف واش غادي يعطيو ولا ما غيعطيوش، في ظل وجود اسماء اخرى. دابا اسامه العزوزي خصنا نشوفوه اساسي دخول في عوض امرابط، وامير ريتشاردسون نشوفوه اساسي في بلاصه اسامه، في بلاصه عز الدين أناحي، ونشوفوا كيفاش غادي يلعبوا مع ابراهيم دياز. دابا ان ابراهيم دياز ملاعبي كبير مستوى الاول، خصنا نشوفوا الملاعبيه اللي غادي يعاونوه باش يكمل، باش يعطي. ما نشوفوش المستوى الاول وننزلوا مع المستوى الثالث ولا الرابع. شوفوا شنو عندنا باش نقدروا نحكموا ونشوفوا شنو نقاط الخلل، واش غنقدروا نقلبوا على اسماء اخرى ولا نشوفوا شنو كاين عندك وليد. طلق اللي عندك، طلقنا الكارطه اللي عندك وليد، الله يكبر بك. اذا هذا هو الاشكاليه اللي عندنا. معنا في حراسه المرمى منير محمدي. ياسين راه عرفناه مزيان بانه راه خدا الدقائق اللعب ديالو. نشوفوا منير المحمدي في الظهير ايمن، ظهير امريان اشرف حكيمي، نايف اكراد وشادي رياض. ما كرهناش نشوفوا ابقار مع شادي رياض باش نتحكموا مزيان على ابقار، واش غيطلق راسو ولا باقي ثقيل، واش حيت كاين عطاء اشارات شويه اللي هي سلبيه. بحق نشوفوا ملي غيكون مع شادي رياض واش غيطلق راسو. ظهير ايسر صراحه ما كرهتش نشوف يوسف الخديم، مباراه وديه ونشوفوا يوسف الخديم اش كيعطي. ملاعبي اللي هو لاعب دائما مع الفرقه ديالو في ريال مدريد السيكوندا ديالو، نشوفوا كيفاش اش غاد عنده الكره الماتشات في رجلو، نشوفوا واش اش غادي يدير مع بن صغير. حيت بن صغير تبارك الله عليه كجناح ايمن كجناح ايسر عاون بزاف، بين عطيه الله. بغينا نشوفوه مع خديم اكثر. اذا ديال ارتكاز لاعبين العزوزي وامير ريتشاردسون كاساتياس اليسار. بيني وبينكم انا والله ما كرهت اخو ماش نشوفوا بعدا امير ريتشاردسون هو الاول باش نحكموا ونساليو كيفاش كونيكسيون عنده مع ابراهيم دياز، وموراه نشوفوا اخو ماش في بلاص ديال أناحي. اخو ماش كرابط ما بين الدفاع، كربط بين الدفاع وما صانع العاب. وانا متاكد مليون في الالف غادي يخرج العجب بداك الملاعب، لانه كان كيلعب كابيتان في جميع المنتخبات ديال اسبانيا اللي كان كيلعب فيها، وكان كيلعب في ذاك البلاصه. الى عقلتو فاش ماركا ضد المنتخب المغربي اقل 23 عام، راه ماركا كان لاعب رابط خط الوسط الرابط. اذا كان جناح ايمن
حكيم زياش، وما كرهناش نشوفوا امين عادلي اللي هو كان مصاب شويه، كان مصاب يكون دابا 100% رجع مزيان، تعطى له وقت اكثر. وهي هذيك تاع حكيم زياش يخرج مبكرا باش ما يتقصح لنا شي، وراه الفرقه ديالو كتسناه. راه متاكدين بان حكيم زياش بلاصتو راه واضحه. الاشكاليه خص لا كونيكسيون مع هذا المستوى السريع اللي عند دياز، حتم عليهم باش يعليو شويه تا هما النيفيل ويكونوا سرع في بناء العمليات اكثر. جناح ايسر ما نقشوش، بن صغير ملاعبي زوين بزاف، وما خافوش دابا كما باقي كنخافوا على الجناح الايمن ملي كيخرج زياش. دابا الجناح الايسر ما عندناش خوف عليه في ظل وجود الياس بن صغير ووجود سفيان رحيمي. هاد الجوج هادو مبقيناش كنخافوا الجهاد اليسار، يعطاو اللي كنا كنبغيو هو الملاعبين اللي يلعب وراء ظهر المدافعين، الملاعبين اللي يدخل الكارو، الملاعبين اللي عنده تسديدات، يعني يباغت الحارس يباغت الدفاع. هذا هو الطلب ديالنا دائما ملي كنجيو نقلبوا على السي المدرس وليد الركراكي، ملي بغى يبحث على الملاعبيه يشوف الملاعبين اللي كيعطي حلول اكثر هو اللي يجي ابارتي ديال الجاهزيه والتنافسيه، الحلول اللي كيعطي اكثر. في الهجوم كراس حربه بغينا نشوفوا رحيمي في هذا الماتش هذا يدخل اساسي، وصراحه راس حربه عندنا مشكل فيها. وليد الركراكي خصو تكون عنده شجاعه ويخدم عليها اكثر. وراه عندنا دائما انا كنطالب واحد ملاعبي اللي هو عبد الحميد الصابري، هذاك بغينا نجربوه كراس حربه، وراه غيفاجئ وليد الركراكي ويفاجئ العالم ويفاجئ المغاربه كاملين. وليد الركراكي اذا كنتمنى تعليقات ديالكم، وكنتمنى الا كانوا شي اراء ناقشوها فمرحبا والف مرحبا. هذه التشكيله اللي كنشوفوها مرتقبه اللي غادي زعما كان وجهه نظر، في وجهه نظر ديالي اللي كنشوف خصنا دماء جديده، وخصنا الريتم يطلع يعني نشوفوا ملي عندنا ملاعبيه ديال المستوى الاول، خاصه ما كرهناش المنتخب كامل يكون عنده حتى هو ملاعبيه ديال المستوى الاول. الحمد لله ابراهيم دياس، ها انس الياس بن صغير، ها حكيم زياش، ها اشرف حكيمي، ها اش كيقولوا ديال باير مونيخ مزوار نصير مزراوي، هذاك ان شاء الله ملي غيرجع ويشد البلاصه ديال اوناحي. هذاك دابا البلاصه ديال اوناحي والله ما كرهت انا نشوف فيه اخوماش، امير ريتشاردسون ونصير مزراوي. هاد ثلاثه هادو في بلاصه ديال الربط. هاد ثلاثه امير ريتشاردسون نشوفوه مزيان، ونشوفو نصير مزراوي البوست ديالو كان كيلعب مع الاجاكس، ونشوفو اخوماش ملاعبي زوين بزاف وكيلعب حتى هو ضد الرابط، وحشومه خليوه في بانكيو. وفي ضل زياش ما غاديش يعطيه بلاصه، زياش راه تما بلاصتو. واخوماش ملاعبي زوين بزاف، ملاعبي كجناح وملاعبي كصانع اللعب، وجي ملاعبي يعطي كخط ضد الربط. وحنا كنعرفوا اللعب ديال لاماسيا بالكره قصيره طق راه غتخرج. وصراحه الا استثمرنا في لاماسيا مع ريال مدريد غنخلقوا واحد الكره ديال تيكا تاكا اللي غتهرس، اللي ديك التكتل الدفاعي ديال الخصم. والسرعه حتى هي مهمه بزاف. وهادو ملاعبيه صراعين ابراهيم دياس واخوماش، هادو هما المستوى اللي كيبان لي انا غيكون قريب اللي غادي يخدم هذا النجاعه هذه. عبد الرحيم ما هضرتكمش على رحيمي ملاعبي اللي خصنا يوصل رسائل لصحابو الملاعبيه بان الادغال الافريقيه خصها تحرميات، ما خصهاش النيه. خصنا نكونوا واضحين في هادشي، هادي خصها تحرميات اكثر من نيه، خصها الضغط
على الملاعبيه وتحتك مع الملاعبيه وتخرج انت الملاعبين من التركيز. ما نوقعوش في الخطا اللي يوقعوا فيه الملاعبيه المنتخب المغربي. دائما الملاعبيه الافارقه كيضغطوا على الملاعبيه المنتخب المغربي وكيعنفوهم باش يخرجوا من التركيز، وبالتالي كيكونوا هذا هو السبب علاش النجاح الهجومي ما كايناش، حيت مغلب الملاعبيه كيكونوا خارج التركيز في الادغال الافريقيه عكس البطولات الاوروبيه. كنشكركم على الدعم ديالكم، وكنشكركم على التعليقات ديالكم، وكنشكركم على البارطاج ديالكم باش يوصل هذا الفيديو هذا لجميع المغاربه، ويوصل هذا اللاعبين ايضا يعرفوا شنو هي قيمه الادغال الافريقيه، ويعرف المدرب حتى هو الاختيارات. وهادو ماتشات وديين خصنا نشوفوا جميع الملاعبيه في رقعه الملعب وفي مراكز مختلفه باش نشوفوا نقاط الضعف اللي على المراكز اللي عندنا نقطه الضعف نشوفوا على الله نصحوها اكثر. تحياتي للجميع.